السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شريف حمدي، وده اول رد على الرسائل اللي بتجيلي على موقع صارحني او صراحة. المشاكل اللي بتتبعت لبرنامج على مذهب ابو ادهم، وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون عون ليكوا في حل المشاكل. فتحت فشفت رسائل من شهور فاتت، لقيت صفحة فيها 3 رسائل ورا بعض. أنا هحاول أرد عليهم واحدة واحدة. الرسالة الأولى بتقول: يا ريت تتكلم عن الناس اللي حاسين بالوحدة في الدنيا رغم وجود ناس حواليهم، بس برضو وحيدين بيحاولوا يبانوا أقوياء ومش فارق معاهم إنهم يبقى لوحدهم. ولما تيجي لك لحظة تحس قد إيه أنت ضعيف من جوه ومحتاج حد حقيقي حضنه يكون كافي بالنسبة لك، يعشقك ويحتويك وتقدر تكون على طبيعتك معاه. اللجوء لربنا واللي هتقوله كل اللي جواك ده شيء بديهي اننا نعمله ويكون من اولوياتنا، وحقيقي هترتاح كتير لما بتعمل كده. لكن ده ما يمنعش انك هتحتاج لشخص يديك دعم نفسي وعاطفي. في النهاية ربنا عارف طبيعة البشر وإنه بيحتاج إنسان زيه يكون جنبه. طيب، أنا ردي على رسالتك في الأول، أنا بسلم عليكي أو عليك، ومعظمنا دلوقتي بقى وحيد في الدنيا أصلا. يعني ما بقاش في ناس حلوة كتير عشان خاطر تختلط بيهم. كل ما بتختلط بالناس كل ما بتحصل لك مشاكل. فالمعظم دلوقتي بقى في عزلة، وانا من الناس دي على فكرة. يعني انا من الناس اللي مش منفتح قوي على الناس رغم ان انا فنان. يعني كانت المهنة بتاعتي ان انا فنان بغني ومعروف وكلام من دوت. انما في الحياة العادية تليفوني مفيش عليه صاحب يتصاحب، ولا راجل بقى راجل على رأي الأغنية. وده بالمناسبة سر نجاح الأغنية، إلا من رحم ربي. يعني 2 3 4 على صوابع الإيد كده الواحد طلع بيهم من الدنيا يعني. فده مش انتي لوحدك، انتي كده بني آدمة طبيعية، لأن الدنيا والحياة والناس بقوا مش حلوين. طبعا اللجوء لربنا والصلاة ده أساسي، سواء انت منفتحة على الناس أو منغلقة، سواء كنت مسلمة كنت مسيحية. فيعني علاقتك بربنا دي أكتر علاقة ممكن تقويكي وتديكي قوة وتعرفك إن ربنا في ظهرك مهما حصل، ربنا هيفضل معاكي. فدي ألف ب ما فيهاش كلام. الحب يعني ده نصيب ورزق من ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش بيجري على نصيبه، كل واحد نصيبه بيصيبه. انت عيشي حياتك، يعني عيشي حياتك او عيش حياتك طبيعي. اشتغل، حاول تبسط نفسك، ابعد عن اي حاجة تضايقك، حتى الاخبار عمرو اديب والحاجات اللي بتيجي دي بالليل. ابعد عن كل المشاكل اللي في الدنيا، ركز في الحاجة اللي تبسطك والحاجة اللي تكسبك عشان تعرف تعيش ويبقى معاك فلوس. بالنسبة للحب، انا عندي كلب مربيه ربنا يخليهولي. انا بنصحك او بنصحك انك او انت تربي كلب. يعني عايز تحب بجد وتتحب، ربي كلب. هو ده اللي هيبقى امنية حياته في الحياة، انه بس يقعد تحت رجليك. احلى لحظات عطت ايدك عليه كده وتطبطب عليه. الاحساس ده عمرك ما هتلاقيه في البشر، عمرك ما هتلاقيه حتى مع اولادك. خلاص، ده الحب يعني أكبر درجات الحب في الحياة اللي هتحسها أو تحسيها من الكلب بتاعك. أما بالنسبة بقى لشريك، حد يحبك، لو اللي بعت الرسالة ست، أو حد يحبك لو اللي بعت الرسالة شاب أو راجل، دي رزق. يعني أنت خليك اجتماعي نوعا ما، اظهر، روح جيم، روح شغلك، تواجد في أماكن، اظهر عشان خاطر تلاقي في المجتمع اللي انت هتظهر فيه دوت ناس ممكن تلاقي فيهم نصك التاني او الشريك اللي ممكن تكون بتدور عليه. سواء لقيته او ما لقيتوش ده نصيب، لكن حياتك هتمشي وهتتبسط، وده قرار من عندك. يعني اتمنى ان انا اكون توفقت
في الرد عليك، والموضوع بسيط، واي حاجة تحتاجها او تحتاجيها كلميني على طول وانا هكون معاكي على الخط. الرسالة التانية واضح ان هي من سيدة طبعا، بتقول: مش بحب جوزي للأسف وهو مش بيخليني أحبه، تصرفاته معايا بتخليني ابتديت أكرهه، مش عارف أعمل إيه. أولا يا فندم، حضرتك بادئه الرسالة إنك بتقولي مش بتحبي جوزك للأسف. طب إحنا نعمل لك إيه؟ طيب أنت اتجوزتي واحد ما بتحبيهوش، نعمل لك إيه؟ وهو مش بيخليني أحبه، يعني إحنا نعرف منين هو بيعمل إيه مع حضرتك؟ ما عرضتلناش يعني تفاصيل الرسالة. وأنا ما بحبش الستات اللي بتجنوا على الرجالة، ياما رجالة طلعان عين أبوهم ونسوانهم مش حاسين بأي حاجة، يعمل زي ما يعملش. في نسوان كتيرة مفترية، مش قصدي ان انت منهم يعني، بس يعني دخولك عليا كده وتقولي لي مش بحب جوزي، يعني يبقى بيعمل لك ايه جوزك؟ يعني بيعمل لك ايه؟ قولي لي هو بيعمل لك ايه؟ حتى لو انت اتجوزتيه في البداية وهو ما فيش بينكم وبين بعض قصة حب، عادي بتحصل يعني، بس هو مش بيخليني احبه ليه؟ هو بيعمل ايه؟ دي انا محتاج اعرفها. وابتديتي تكرهيه ومش عارفة تعملي ايه، لا انفصلي عنه. اذا وصل الموضوع للكره انفصلي عنه يا فندم، وشوفي واحد تاني يحبك وهو يشوف واحدة تانية تحبه، وما تتكلمش عليه بالطريقة دي. شكرا يا فندم. الرسالة الثالثة بتقول: أول يوم أتابعك أرجوك نزل محتويات راقية ومفيدة تفيد بيها أولادنا، بلاش كلام الأيام دي أرجوك، رجاء أم خايفة على أولادها. والله يا فندم أنا بحاول إن أنا يعني أوازن الأمور ما بين يعني المحتوى اللي يبقى تجاري ويجيب إيرادات، والمحتوى اللي زي اللي أنا بقدمه دلوقتي حالا اللي هو يكون إنساني واجتماعي بغض النظر عن أي حاجة ممكن تيجي منه. أنا بحاول وربنا معايا، وشكرا يا فندم على رسالتك، وإن شاء الله تتابعيني دايما يا رب، وأنا معاكم دايما. والمدام اللي مش بتحب جوزها مش عايزة تزعل مني، لكن اشرحي لي باستفاضة ايه الوضع بينكم وبين بعض، وانا هقول لك بما يرضي الله الموضوع ايه يعني. لكن تعيش مع بعض وانتوا بتكرهوا بعض، طب عايشين ليه يا جماعه؟ ما تعيشوش. قولي له كده في وشه. ما اعتقدش راجل واحده ست هتقول له انا بكرهك ومش عايز اعيش معاك وهيقعدها. الستات كتيره وبرضه الرجاله كتيره. شكرا لاستماعكم ووجودكم معانا، واوعدكم ان شاء الله ان انا هحاول دايما اكون معاكم واقرا رسائلكم وارد عليها. والفكره اللي جات لي بتاعت ان انا اعلق تعليق صوتي على الرسائل دي اسهل بكتير من ان انا اسجل فيديو واظهر الفيديو. فان شاء الله انا هبقى معاكم على طول، وبعتوا رسائلكم ومشاكلكم في سريه تامه على موقع صارحني او صراحه، واللينك هتلاقوه عندي موجود تحت الفيديو، وهتلاقوه عندي موجود في الانفو في صفحتي قناتي على اليوتيوب البرنس. شكرا جزيلا. ربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ويسعد ايامنا وحياتنا، ويخلينا ويخلي لنا احبابنا. شكرا جزيلا. وده كان اول رد على رسائل صارحني في برنامج على مذهب ابو ادهم. تحياتي لكم جميعا. شريف حمدي.